خوتي السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مصابيح. كنطلعوا مره اخرى في فيديو جديد. كيف ما كيعرفوا كاع الناس اللي مهتمين بالهجره لكندا، فاغلبيه البرامج ديال الهجره اللي دايره الحكومه الكنديه واللي كيخولوا لك انك تاخذ الاقامه الدائمه، اغلبيتهم الا ما قلتش كلهم كيطلبوا لك تيست دو لونغ. خاصك ضروري تدوز امتحان ديال اللغه وتجيب داك النيفو اللي هما طالبينه في داك البرنامج الهجره اللي انت غتقدم ليه. وبالنسبه لمستويات اللغه اللي كيكونوا في الان سي ال سي اللي هو نيفو دو كومبيتونس لينغويستيك دو كندا، كيبداو من المستوى الرابع وكيساليو تقريبا حتى المستوى العاشر او الحادي عشر. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كمثال تيست ديال تي سي اف اللي هو تيست دو كونيسونس دو فرونسي. ان شاء الله غادي نحاولوا نعطيوكم كاع المعلومات على هذا الامتحان وكاع التفاصيل بدقه ان شاء الله. غنعرفوا كذلك مني كدوز الامتحان ديال تي سي اف وكتقدم على داك البرنامج ديال الهجره كيفاش كتم عمليه التنقيط. يعني غادي نعرفوا على اشنو كيعتمدوا باش كيعطيوك ديك النقطه في لو دوسي ديالك. وباش تبريباري راسك مزيان للامتحان راه كاينه واحد لوبسيون ديال ان تقدر دير اون اوتو ايفالواسيون راسك، يعني كتاخذ المثال ديال الامتحان ديال تي سي اف وبحال فعلا راه كدوز امتحان حقيقي. هادشي كامل غادي نشوفوه في لا فيديو ديال اليوم. ولكن قبل ما نبداو ما نحتاج دائما نفكركم بدعم قناه مصابيح. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ديروا جيم، الا عندكم شي سؤال ديروا لي كومونتير. نطلعوا ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو لانني غادي نعطيكم بعض النصائح. اذا نبداو على بركه الله. في الاول كتحل لكم هاد لاباج، لو لين ديال هاد لاباج غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف كيف ما العاده باش تقدروا تدخلوا ليها مباشره. اول حاجه كتشوفوا بان ليكزامبل اللي عاطينا هو بلونطري اكسبريس، هذا هو اللي غادي نتبازاو عليه ان شاء الله. كنهبطوا شويه لتحت كنلقاو الانواع ديال لي تيست اللي مطلوبين في الاي ار سي سي، يعني كاع لي بروغرام ديميغراسيون اللي كيطلبوا ان تيست ديفالواسيون ديال لي كومبيتونس لينغويستيك ديالك هما هادو اللي كاينين. لي اغوش زوج كاينين بالفرنسيه واللي ادغوات هما خاصين بالانجليزيه. اللي بالفرنسيه كاين تي او اف اللي هو تيست ديفالواسيون دو فرونسي، و تي سي اف تيست دو كونيسونس دو فرونسي. الا هبطنا شويه لتحت هنا غنكتشفوا فاش غادي يمتحنوك. غادي يمتحنوك في ليكسبرسيون ايكريت، كومبريونسيون دو ليكري، كومبريونسيون دو لورال و اكسبرسيون اورال. هما هادو. كنهبطوا لتحت كيقول لك اختار واحد من لي بروغرام اللي بغيتي تدفع عليه التيست دو لونغ ديالك. كيف ما هضرنا قلنا حنا وكيف ما قلنا حنا غادي نعتمدوا اليوم على لونطري اكسبريس. لونطري اكسبريس كيف ما كتعرفوا فيها ثلاثه الانواع: بروغرام دي ترافايور كاليفيي، بروغرام دي ترافايور دو ميتي سبيسياليزي، و كاتيجوري دو ليكسبيريونس كنديان. هاد اكسبيريونس كنديان خاصه بالناس اللي هما عندهم ليكسبيريونس دو ترافاي في كندا. مثلا الناس اللي عندهم بيرمي دو ترافاي وخداو ليكسبيريونس دو ترافاي هنا في كندا وعندهم لو دغوا انهم يدفعوا لونطري اكسبريس، بامكانهم يابليكيو في هاد الكاتيجوري هادي. بالنسبه للناس اللي هما في المغرب وبغاو يدفعوا لونطري اكسبريس فكيختاروا هاد الاول ديال لي ترافايور كاليفي. اذا حنا غادي نختاروا ان شاء الله هاد الاول هذا. كيعطيوك اش من تيست او اش من اكزامان دي كومبيتونس لينغويستيك بغيتي دوز. نختاروا واحد مثلا اللي هو بلو بوبولير هو تي سي اف. كما كتشوفوا اوتوماتيكمون كيتحل لنا واحد لو طابلو الفوق هنا مكتوب بروميير لونغ اوفيسيال ماكسيموم دو 24 بوين. كيفاش كيحسبوا هاد 24 نقطه؟ هادشي غادي نشرحوه ان شاء الله. وكيف ما شفتوا هنايا فالنيفو اقل نيفو هنايا هو 7، يعني في لونطري اكسبريس خاصك تجيب اقل حاجه هي نيفو 7 في الان سي ال سي. وكتشوفوا هنايا ليكسبرسيون اورال والكومبريونسيون دو لورال، كومبريونسيون دو ليكري، اكسبرسيون ايكريت. عندك هنايا لي نوت اللي خاصك تجيب. مثلا في نيفو 7 خاصك من 10 ل 11 هنا 458 نقطه حتى ل 502 في الكومبريونسيون دو لورال. كومبريونسيون دو ليكري خاصك تجيب من 453 حتى 498 نقطه. واكسبرسيون ايكريت خاصك تجيب من 10 حتى ل 11 باش تاخد نيفو 7. اذا غادي نعرفوا كيفاش كيحسبوا هاد 24 نقطه اللي هي الماكسيموم اللي تقدر تجيب. كيف ما كتشوف في لو طابلو لو نيفو ماكسيمال اللي تقدر تجيب في الان سي ال سي هو 9 اي بلس. كيفاش كيحسبوها؟ الا جيت تشوف على اليمين هنايا بوين دو كومبيتونس عاطينك لو ماكسيموم اللي تقدر توصل ليه هو 6. يعني الا جبتي 14 اي بلس في ليكسبرسيون اورال كيحطوا لك 6 نقط. الا جبتي 523 نقطه فما فوق في الكومبريونسيون دو لورال كيحطوا لك 6 نقاط واحده اخرى. الا جبتي في الكومبريونسيون دو ليكري 524 نقطه فما فوق كيحطوا لك 6 نقاط واحده اخرى. ليكسبرسيون ايكريت جبتي 14 فما فوق كيحطوا لك عاوتاني 6 ديال النقاط. الا حسبنا 6 نقاط الاولى مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه
كتعطيك 24 نقطة اللي هي لو ماكسيموم اللي تقدر تجيب في الامتحان ديال اللغة بالنسبة لبروميير لونغ اوفيسيال. كنتمنى تكونوا فهمتوا ليكزامبل اللي عطيت. غنعاود نعطيكم اكزامبل واحد اخر بالنيفو 7 في الان سي ال سي. كيف ما كتشوفوا البوين دو كومبيتونس ديالو هو 4. يعني الا جبتي في ليكسبرسيون اورال من 10 حتى ل 11 كيحطوا لك 4 النقط. الا جبتي في الكومبريونسيون دو لوغال من 458 حتى ل 502 كيحطوا لك 4 واحده اخرى. وكذلك ومثال بالنسبه للكومبريونسيون دو ليكري حطوا لك 4. اكسبرسيون ايكري جبتي من 10 حتى ل 11 كيحطوا لك 4. كتجمع الربعه الاولى مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه 4 فوا 4 كتعطيك 16. يعني في هذه الحاله في النيفو 7 لو ماكسيموم اللي تقدر تجيب هو 16 نقطه. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال هذا. غنمشيو دابا لهذا لو طابلو الثاني اللي كيتعلق بالدوزيام لونغ اوفيسيال. كيف ما كتشوفوا مكتوب هنايا seconde langue officielle 4 points si vous atteignez le seuil minimal dans chacune des 4 compétences. يعني الا جبتي نيفو على الاقل 5 في الان سي ال سي فاوتوماتيكمون انت كتاخذ 4 بوين كتزادك على دوك النقاط اللي جبتي في لا بروميير لونغ اوفيسيال ديالك. يعني مثلا الا جبتي نيفو 7 في الان سي ال سي في البروميير لونغ اوفيسيال وجبتي لو ماكسيموم ديال لي بوين اللي تقدر تاخذ في النيفو 7 اللي هو 16 اوتوماتيكمون كتزادك 4 نقاط واحده اخرى وكتولي عندك 20 نقطه في التوتال ديالك. اذا هاد القضيه كنظن فهمناها الاخوان. دابا بغينا نشوفوا هاد لو تيست ديال تي سي اف كيفاش كيدوز. غنطلعوا الفوق غادي نكليكيو على تي سي اف كندا. كليكيو عليه كتخرج لنا الباج اوفيسيال ديال تي سي اف كندا اللي هي هذه. كيف ما كتشوفوا راه مكتوب هنا واحد القضيه. Le TCF Canada est un test accrédité par l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. يعني معترف به من طرف ال IRCC. وهنا كيقول لك بأن le TCF راه également reconnu من 2022 بالنسبة إلى تدافع شي دوسي الكيبيك. يعني اللي طلب منك الميفي اللي هو مينيستير ديال ليميغراسيون لا فرونسيزاسيون اي انتيغراسيون ديال كيبيك فراه التي سي اف حتى هو مقبول. إلا هبطنا لتحت كيعطيو كالكو ديتاي بالنسبة للكومبريونسيون اورال. كيقول لك بأن فيه 39 سؤال اشوا مولتيبل. كيعطيك 4 شوا مولتيبل وانت خصك تلقى لا ريبونس. كومبريونسيون ايكريت ايبروف كوليكتيف فيها 39 سؤال اشوا مولتيبل حتى هي. اكسبرسيون ايكريت ايبروف كوليكتيف فيها 3 زيكزارسيس. اكسبرسيون اورال كتكون ايبروف اللي كتكون فيها بوحدك كتكون فاس ا فاس مع اكزاميناتور فيها 3 زيكزارسيس. لا دوري توتال ديال ليكزامان تي سي اف كتاخذ تقريبا 3 السوايع بالضبط ساعتين و47 دقيقة. كومبريونسيون اورال فيها 35 مينوت. كومبريونسيون ايكريت فيها 60 مينوت. اكسبرسيون ايكريت فيها 60 دقيقة حتى هي. اكسبرسيون اورال فيها 12 مينوت فيها 2 مينوت ديال بريباراسيون كيف ما كاتبين هنا لتحت. كنلقاو هاد لو طابلو هذا اللي فيه لي نيفو ديال الان سي ال سي وكيقول لك كل كومبيتونس عندك شحال ديال النقاط خاصك تجيب فيها باش يكون عندك لا نوت ديال سي 1 سي 2 ولا بي 1 بي 2 ولا A1 A2. كيف ما كتشوفوا هنايا كل نيفو راه عنده النقاط ديالو. يعني مثلا في الكومبريونسيون اورال الا جبتي في النقطه ديالك من 549 حتى ل 699 راه كتكون عندك يا سي 1 يا سي 2. ملي كنهبطوا هنا شويه لتحت كنلقاو بريباراسيون او زيبروف. يعني هاد المسائل انا كنصحكم انكم تقراوهم الاخوان لانهم غادي ينفعوكم بزاف وغتعرفوا بزاف ديال المعلومات كيفاش تبريباراو ليكزامان. الا هبطنا هنايا لتحت كنلقاو هنايا لونترينمون ا ليبروف دو كومبريونسيون اورال دو تي سي اف. انا كنصحكم انكم تدخلوا ليه باش ديروا بحال ان اونترينمون ولا اوتو ايفالواسيون ليكم. نمشيو نشوفوا اونصومبل ليبروف ديال كومبريونسيون دو لورال كيفاش كدوز. غنعطيكم امثله. A besoin d'établir la popularité des sports, tout simplement parce que plus un sport est regardé, plus il rapporte de l'argent. Le CIO a donc pour la gymnastique. Le comité a besoin d'établir la popularité des sports, tout simplement parce que plus un sport est regardé, plus il rapporte de l'argent. Le CIO الا هبطنا هنا شويه لتحت كتلقى ميم اكزومبل ديبروف دو تي سي اف.
ها هي كيف ما كتشوفوا هنا، تقدر تكليكي عليها وبحال نيت كدوز امتحان ديال تي سي اف، كيعطيك فكره واضحه على الامتحان كيفاش كيدوز وعلى الاسئله كيفاش كيكونوا. غنكليكيو عليها. الوغ غتحل لكم هاد لاباج هادي، كيبداو لكم اول حاجه بالكومبريهنسيون اورال. ليكزامبل 1 في لي كونسين كيقول لك écoutez les quatre propositions, choisissez celle qui correspond à l'image et cochez une case sur la feuille de réponse. Sur le livret vous voyez. اش كنشوفوا هنايا؟ كنشوف بان كاين واحد لو بابا هنايا موجد لا طابل ا مونجي، وليداتو كيشوفوا في التلفازه اي سون با انتريسي. vous entendez كيقول لك يعني بحال كتسمع الاب اشنو كيقول. الاختيار الاول allez-vous coucher rapidement. B finissez vos exercices de français. C regardez la télévision maintenant. D venez manger tout de suite. يعني اي واحد كيشوف هاد ليماج هادي اشنو غادي يبان لك؟ يعني الصوره تتكلم كيف ما كنقولوا بالعربيه. بيان سور كيبان بان الاب كيعيط على ولادو باش يجيو ياكلوا. غنختاروا لا ريبونس دي. فيريفيي، كاينه بوطون فيريفي هنايا كتفيريفي. ما كيكتب لك الريزولتا هنا كيقول لك برافو vous avez répondu correctement à cette question. كنديروا اوكي. كنهبطوا للثانيه في ليكزامبل 2. عطينك عاوتاني واحد ليماج خاصك تانتربريتيها وتشوف شنو كاين. قال لك vous entendez في الأ c'est un acteur formidable. B je déteste la publicité. C viens on va s'asseoir là. D tu vas payer nos billets. alors على حساب نتوما اشنو كتشوفوا في ليماج؟ يعني هاد السيد هذا كيقول شي حاجه للصديقه او الزوجه ديالو، اشنو كيقول لها؟ انا كنشوف انه كيقول لها اجي غادي نجلسوا هنا، اللي هي سي فيان اون فا ساسوار لا. كنجيو كنكوشيو سي، فيريفيو. فوالا سي كوريكت، برافو vous avez répondu correctement à cette question. كنديروا اوكي اي انسي دو سويت. الاخوان كتهبطوا كترينيو مزيان على الامتحان بهاد الطريقه هذه. في ليكزامبل 11 كابيني اوفير دو لاندي او فوندردي من 8:30 للوحده، سو رونديفو من 3 حتى ل 6 سون رونديفو، فيرمي لو ميركريدي ماتان. السؤال مطروح كيقول لك كون بوفيفو فوار ان افوكا سون رونديفو، يعني امتى تجي تقدر تشوف لافوكا بلا رونديفو؟ باين الجواب واضح الاخوان اللي هو دون لابريميدي، لانه هنا مكتوب الفوق كابيني اوفير دو لاندي او فوندردي، ولكن مكتوب de 15h à 18h sans rendez-vous، لانه لو ماتان من 8:30 للوحده سي افيك رونديفو. حنا غنختاروا الجواب دي. غنديروا دي ونديروا فيريفيي. الوغ سي كوريكت، الجواب ديالنا صحيح. غنهبطوا لتحت نشوفوا شي مثال على مثلا في ليكسبرسيون ايكريت. شي مثال كليكيو هكذا ونشوفوا اشنو كيعطيونا. المهم هنايا لي كونسين ديال ليكزامان كيعطيك لا دوري شحال 60 مينوت، نومبر دو تاش ا رياليزي كاينين 3. كتهبط لتحت. طاش 1 خاصك تكتب ما بين 60 كلمه حتى ل 120 كلمه ماكسيموم، يعني الفو فيغ اتونسيون لهاد الحوايج الاخوان. قال لك vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport, votre valise n'est pas arrivée. Au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. Alors هنايا غادي تعاود ليه ليستوار اشنو طرالك مع الفاليز ديالك، وما خصكش تفوت من 60 كلمه حتى ل 120 كلمه، ولي فراز خصهم يكونوا جوست سامبل كلير وما تحاولش تكومبليكي عليك لي شوز. هذا غير مثال الاخوان. كتهبط لتحت كتلقى طاش 2 كتجاوب على هاد الشيء هذا. المهم الاخوان ليكزامان راه غالبا كيدوز بحال ما هكذا. حاول ما امكن تاخذ هاد لي زيكزامبل اللي وريتك وتريني فيهم مزيان، دوز عليهم كاملين، عاد فكر انك تمشي دوز تيست تي سي اف ديالك. اذا كيف ما شفتوا في الامتحان بصراحه ماشي شي امتحان اللي هو صعيب بزاف، وبصراحه درجه الصعوبه ديالو كتكون حسب الشخص وحسب المؤهلات اللي عنده. اول نصيحه غادي نعطيكم الاخوان هو انه تبريباريو الامتحان مزيان. يعني المثال اللي عطيتكم اليوم في لا فيديو حاولوا تلقاو امثله واحده اخرى وديروا براسكم بحال راكم فعلا كدوزوا الامتحان. راهم كيعطيوك مثلا بان هاد لي بروف راها فيها مثلا 30 دقيقه، خاصك فعلا دير كرونومتر
ودير 30 دقيقه ما تفوتهاش. يعني غادي تحترم داك لي ديغي اللي كيعطيوك، يعني ماشي غير حيت انت كتبريباري تاخذ وقتك في السؤال، لا، دير براسك بحال راك فعلا مزير بالوقت وخاصك تجاوب في واحد الوقت محدد. حاجه اخرى خاصكم تعرفوا بان التيست تي سي اف المده ديال الصلاحيه ديالو هي 24 شهر. يعني اون فوا تنجح في الامتحان ان شاء الله حاول ما امكن انك تابليكي وتدفع الدوسي ديالك لذاك البرنامج الهجره اللي انت ناوي ان شاء الله تقدم ليه. علاش؟ لانه مثلا اللي دفعتي الاونتري اكسبريس وبقات لك مثلا واحد 3 شهور ويسالي لك المده الصلاحيه ديال التي سي اف ديالك، نهار غيتحل الدوسي ديالك ديال لونتري اكسبريس لاجون غيشوف بانه تيست تي سي اف ديالك قريب يسالي باقي عليه 3 موا، والبروسيدور ديال لونتري اكسبريس غادي تاخذ حتى هي كالكو مو. داكشي علاش غيعاودوا يدومونديو لك انك تعاود دوز اكزامان تي سي اف واحد اخر، يعني تجيب ليهم واحد جديد وتعاود داكشي من الاول. داكشي علاش ضرب الحديد دائما ما حدو سخون. اون فوا تنجح في الامتحان ديالك تي سي اف دفع البرنامج ديال الهجره اللي انت ناوي تدفع ليه ان شاء الله. حاجه اخرى ملي تكون دوز في الامتحان خاصك تكون ذكي، بدا بالاسئله اللي هما ساهلين وفي المتناول واللي انت متاكد منهم، ما تبداش بالصعاب لانهم غادي يديو لك الوقت وتقدر تكتشف في الاخر بانه كاينين اسئله ما جاوبتيش عليهم واللي كنتي عارف الاجوبه ديالهم. داكشي علاش بدا بالساهل هو الاول ربح فيه نقيطات، عاد من بعد سير الاصعب. والنصيحه الاخيره اللي غادي نعطيكم هو حاولوا ما امكن انكم تكونوا كالم زين، ما تخلعوا ما والو. الا عندك شي حاجه في راسك حاول ما امكن انك تستحضرها في ديك الوقيته، لانه اغلبيه الناس اللي هضرت معاهم واللي جاهم اشك في الامتحان ديال التي سي اف كلهم قالوا لي كنت مخلوع. ومني كتكون مخلوع الاخوان راه ضروري واحد 50% ولا 40% من لي كومبيتونس اللي كيكونوا عندك ما كتقدرش انك توجدهم وتحضرهم في لحظه الامتحان. بالنسبه للثمن باش دوز امتحان ديال التي سي اف كنظن هو $210 تقريبا، وكياخذ تقريبا 1 موا باش يجاوبوك على الريزولطا ديالك. كاين تيست واحد اخر اللي هو كيشبه التي سي اف اللي هو تي او اف، تيست ديفاليواسيون دو فرونسي، صراحه كياخذ مده اقل من تي سي اف، يعني كيجاوبوك في ميم با اون سيمين. هنا الاخوان كنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى من الله تكون عجباتكم وتكون عامات الاستفاده. ما تنساوش دعموا قناه مصابيح بالاشتراك في القناه، ديروا جيم، الا عندكم شي سؤال ديروا لنا كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع كاع الاخوان ديالكم اللي انتريسي بالهجره لكندا. السلام عليكم.